البعض قال إنها جزء من الدبكة الفلسطينية، والبعض الآخر شبهها برقصة خاصة بالسكان الأصليين في أمريكا، لكن الجميع اتفقوا على أن هذه الرقصة أصبحت أيقونة للتعبير عن التضامن مع أهالي غزة. شاب فلسطيني غير معروف تلثم بكوفية بلاده، لم يكن يعلم عندما أدى هذه الرقصة قبل نحو 5 سنوات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أن رقصته ستحظى بكل تلك الشعبية على مواقع التواصل خلال الحرب الحالية في غزة. متابعون قالوا إن الرقصة تشبه إلى حد كبير ما تسمى برقصة الحرية أو رقصة أصحاب الأرض للسكان الأصليين في أمريكا، والذين كانوا يؤدونها في كل مرة يحقق فيها الهنود الحمر انتصارا على أعدائهم. الرقصة لاقت شعبية واسعة وقلد حركاتها العديد من المشاركين في التظاهرات التضامنية مع شعب غزة المطالبة بوقف الحرب على القطاع.